بصيت على موبايلك دلوقتي كام مرة؟ 2، 10، 50؟ أنت مش فاكر. جسمك بقى مش بيسأل نفسه السؤال ده خالص. في جيبك رقم بيقولك الوقت بالظبط لحد الثانية. بس الإجابة الحقيقية أغرب من كده بكتير، لأن الجسم اللي أنت ساكن فيه ده نفسه ساعة. ساعة قديمة قوي، اتصممت قبل ما يتعمل أول رقم في التاريخ. سيبك من الموبايل لحظة، تخيل إنه اختفى، الإنترنت راح، الحيطة اللي فيها الساعة اتمسحت. أنت واقف في مكان معتم، مفيش شمس تدلك، مفيش صوت مؤذن أو جرس مدرسة. هتعرف الوقت إزاي؟ الإجابة إن جسمك عنده ساعة جوايا خالص، مش استعارة، ساعة حقيقية من لحم ودم، شغالة من ساعة ما اتولدت. اسمها الساعة اليومية، أو بالإنجليزي circadian clock، وموجودة في جزء صغير جدا من دماغك اسمه النوى فوق التصلبية. الجزء ده بيقيس مرور الوقت حتى لو انت في ظلام تام، حتى لو مفيش شمس تطلع أو تغرب. عالم فرنسي اسمه ميشيل سيفر عمل تجربة مجنونة في الستينات. نازل كهف تحت الأرض، من غير ساعة، من غير نور، من غير أي إشارة توضح له الوقت. كان بيعيش وينام ويصحى على مزاجه بس. لما طلع بعد أسابيع، فوجئ إن العدد اللي جسمه عاده من الأيام أقل بكتير من الأيام الحقيقية اللي فاتت بره. جسمه كان بيمشي على إيقاع تاني، إيقاع مش مرتبط بالساعة اللي إحنا اخترعناها، كان مرتبط بحاجة جواه هو. التجربة دي ما كانتش الوحيدة. عالم ألماني اسمه يورجن أشوف عمل تجارب مشابهة في بونكر تحت الأرض في ألمانيا. حط ناس عاديين هناك لأسابيع، من غير ساعة، من غير نافذة. ولاحظ حاجة غريبة، كل واحد فيهم عنده إيقاع خاص بيه، شوية أطول من 24 ساعة عادة. جسم الإنسان لو سيبته لوحده تماما مش بيمشي بالظبط على يوم الأرض، بيمشي على إيقاعه الخاص، وبعدين الشمس هي اللي بتظبطه كل يوم من جديد. يعني أنت مش محتاج ساعة عشان تعرف الوقت، جسمك بيحاول يعرفه لوحده طول الوقت من غير ما تحس. بس ليه؟ ليه التطور تعب نفسه يبني ساعة جوه كل خلية فينا؟ الإجابة بترجعنا لملايين السنين، لأول